انا اول مره تحصل معايا ان وانا برفع المقاسات وبعمل معاينه الاقي حضرتك بتعد في فلوس في مبلغ كبير مش صغير، تقول لي خد دي بدايه التعاقد بتاعنا. انا لو متضايق مش هعمل معاك فيديو، صح. ولو متضايق مش هنكمل لغايه الاخر. هي الخطوه دي خطوه بشوات وما يعملهاش الا غير حد يبقى فعلا بيعرف يقرا اللي قدامه كويس. وانت مجتهد وبتحب شغلك، ربنا يخليك، وبتحب قوي 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 شغلك، وربنا يبارك لك في رجالتك ويبارك لك في شغلك. شكرا. مساء الفل. مهم جدا وانا بحب دايما ان انا اصور راي الكلاينت بعد ما بنبقى مرينا برحله من التشطيبات بتاعتنا، برحله كامله يعني. فانا تشرفت فعلا بجد بكل امانه، تشرفت من باشا من باشوات مصر الجديده بموقع مصر الجديده اللي استلمناه على المحاره وبنسلمه النهارده زي ما حضراتكم شايفين. تشرفت بحضرتك جدا. وانا شرفت بيك يا باشمهندس. تعيش، ربنا يخليك. انا يمكن حتى لما باجي اعمل المعاينه زي ما الكلاينت بيبقى مختارني وبيشوف شغلي على السوشيال ميديا وبيشوف التشطيب وانا بستلم ازاي وبعمل ايه، فانا وانا في المعاينه بختار الكلاينت برضه. فانا لما اتعاملت مع حضرتك وانا بعمل المعاينه وجيت ارفع المقاسات وقعدت يعني اخد ود مع حضرتك في التعديل المعماري وفي الحيطه اللي كانت موجوده هنا وفي الغرفه الماستر اللي احنا كسرناها بالكامل. بصراحه انت فدتنا كتير واديتنا اراء حلوه وافكارك جميله، وخلتني يعني انا كنت عندي افكار وانت يعني زودت الموضوع معايا، ولقيت نفسي وصلت لشقه انا كنت بحلم شقه مستوى اقل من كده، لقيتك انت دخلتني في مستوى اعلى. ربنا يخليك واحلى. صدقني. فدي بالشياكه، فدي بتاعتك انت. فانت عندك لمسه حلوه، ربنا يخليك، وموهبه حلوه. ربنا مش عارف اقول لك ازاي، بس انت الحمد لله ان ربنا يعني عطرنا بواحد زي حضرتك، بس انت راجل محترم وانا شرفت ربنا بيك. يخليك. شكرا لحضرتك. هو صدقني يمكن انا دايما بقول ان رحله التشطيب هي بتفلتر وبتعرف الباشمهندس ده امين قد الثقه، شاطر ورجالته شاطره، وفعلا بيبقى قد الثقه، لان احنا بنمر بمرحله كبيره. احنا لو ما كناش قد الثقه ما كناش وصلنا ان احنا نقف. انا عامه مش عايز اقول انا شغال ايه، بس انا هضطر اقولها لك. بس انت عشان راجل امين، فكلمه امين دي عندي اول حاجه انا بحط عليها تحتيها 30 خط. فانت في الامانه الحمد لله ربنا كرمنا بمهندس امين، وربنا اكرمنا تاني ان انت عملت لنا حاجه حلوه، ونشكر ربنا ان انت كملت معانا على خير واحنا كملنا معاك على خير. الحمد لله. وصدقني انا يمكن بعيد عن الشغل هو مكسبي راي حضرتك، لان بالنسبه لي هو امن واحسن راي انا بقدمه لبعد كده لقدام. حتى لو في كلاينت بيشاهد دلوقتي الوقفه بتاعتنا دي، فهي الوقفه دي اصدق دليل لان احنا مرينا برحله تشطيبات كامله. بالظبط. فصدقني بكل امانه انا اللي مبسوط ان اتعرفت على حد محترم شيك، حد باشا بمعنى الكلمه. فعلا ده بكل امانه يعني. وفعلا زي ما حضرتك اخترتني فانا اخترت حضرتك ان اشطب لك وان احنا نطلع بالجوده دي. انا شرفت بيك. شكرا. وبجد انت في الامانه، وبتبقى خايف على شغلك، وبتبقى خايف على العميل بتاعك. وبرضه يعني كذا حاجه قلت لي لا بدل ما نجيب حاجه مثلا بكذا جبناها بكذا، فانت يعني في حاجات كتير قوي انت عملتها معانا. فانا بشكرك. شكرا ليك. ويا ريت يكون شكري ده يكون وصل لك. شكرا. طبعا مش عارف اقول لك اكتر من متشكر. شكرا لحضرتك. وفعلا انا اتشرفت بيك. ربنا يخليك. طيب حاجه اخيره، يعني بما ان يعني حضرتك مريت معايا وتعاملت معايا شخصيا بكل حاجه، هل شفت فيا الامانه المصداقيه اللي انا بتكلم عنها في الفيديوهات بتاعتي؟ شفت ان انا فعلا ببقى خايف على شغلي ان انا بأدي او بعمل جوده حلوه؟ لا انت فعلا بتخاف على شغلك، وانا برضو يعني انا راجل تاجر. تمام. ومش صغير، انا كبير طبعا. فعايز اقول لك يعني انا برضو لما انت جيت اشتغلت بصيت برضو لقيت الموضوع اللي معاك مختلف خالص. واول حاجه بتخاف على العميل بتاعك. ولو لقيتني مثلا تقول لي لا نجيب كذا نجيب كذا نجيب كذا. طب انا هقول لحضرتك، يعني تسمح لي اقول لحضرتك هي حاجه حصلت ما بيننا في المعاينه ودي اول مره تحصل. وانا لو تسمح لي يعني ان انا اقول حاجه زي كده، انا اول مره تحصل معايا ان وانا برفع المقاسات وبعمل معاينه الاقي حضرتك بتعد في فلوس في مبلغ كبير مش صغير، تقول لي خد دي بدايه التعاقد بتاعنا، مع ان لا عملت عقد ولا بعت لحضرتك مقايسه ولا عملت اي حاجه. دي خلتني اشوف ان حضرتك فعلا حد كبير جدا، وانا اتعلمت نظرته من طريقه تحليله للاشخاص. انت اول ما شفتني خد عد، مع انك ولا كتبنا عقد ولا حتى لما كتبنا العقد كتبناه في المكتب، احنا كتبنا العقد هنا. الدفعه الاولى بمبلغ كبير انا استلمته هنا،
فدي أنا حاجه هقولها لك كانت في الفيديو، بس انا عارف دي ممكن تبقى، بس انا هفهمها لك. ماشي. انا راجل تاجر، شغلتي ان انا برمي فلوسي في الشارع، فانا معلش بيبقى ليا نظره، فانا بقول لك صحيح. انا مش سن صغير، انا سن كبير، فانا شغلتي ان انا كنت برمي فلوسي في الشارع، فدي شغله. فانا شفت لحضرتك لقيتك ملتزم، بعت لي المقايسه بتاعتك لقيتها مظبوطه، وقلت لي هنعمل 1 2 3، فعشان كده انا استريحت لك. هي الخطوه دي خطوه بشوات، وما يعملهاش الا غير حد يبقى فعلا بيعرف يقرا اللي قدامه كويس، وانا مبسوط ان كنت قد الثقه لا وانت دي. انا قريتك كويس، وانت فعلا راجل كويس وباشمهندس كويس. بما ان في ناس بتشاهدنا او هتشوف شغلنا او هتشوف اللقاء اللي احنا فيه ده، ترشحني لحد بيشطب او عاوز يشطب مثلا عنده شقه فيلا؟ طبعا طبعا. انا لو معلش انا لو متضايق مش هعمل معاك فيديو. صح. ولو متضايق مش هنكمل لغايه الاخر. صحيح. يعني معلش احنا لو في حاجه بينا وقفت ما كناش هنكمل الفيديو. صح. فاذا ما احنا كملنا وقفنا يعني في الوقفه دي، يبقى انا اكيد مبسوط وحضرتك برضو مبسوط، فعشان كده انا بقول لك متشكر يا باشا. مش هقدر اقول لك غير كلمه متشكر. ربنا يخلي حضرتك وربنا يبارك لك في رجالتك ويبارك لك في شغلك. وانت مجتهد وبتحب شغلك، ربنا يخليك، وبتحب قوي 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 شغلك. ربنا يخليك. ودي شهاده، وانا شرفت بيك، دي شهاده وربنا يوفقك. ربنا يخلي حضرتك، ودي شهاده بالنسبه لي لا تقدر بثمن. ربنا يبارك. يكفي ان انا طلعت من الشغلانه دي ان كسبت حضرتك كحد كبير فعلا بجد، قيمه وقامه في ان اتعرفت عليه. وربنا يخليك، وشخصيه محترمه، وانا فعلا اتشرفت بيك. شكرا بحضرتك، وانا مبسوط اتعرفت بحضرتك. تعيش يا باشمهندس. شكرا. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي، صاحب شركه ديكوريتيف.